بصوا يا حبايبي عامله ازاي، بصوا ما شاء الله. شوفوا كانها زيوت اللي فيها كده. بصوا الجمال. بصوا بصوا يا حبايبي. بصوا الجمال. شفتوا المربى؟ طبعا هي فيها برتقال بس في بسيط، والاكتر اللي يستفندي. يا ريت تجربوا كده وتقولوا لي. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وكل سنه وانتم طيبين، وكل عام وانتم بألف خير. يعود علينا وعليكم بألف خير يا رب. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم مربى اليوسف افندي. خليط كده نسمع البرتقال ده مع ده باذن الله. طبعا ما ومنه عصاير، عشان طبعا في رمضان ما بنستغنوش عن العصاير. هنعمله كده مربى ونعمل له عصير باذن الله. برتقال على يوسف افندي. نروح كده نغسلهم ونقشرهم ان شاء الله. كده يا حبايبي اهم حاجه نطلعوا البيض. هو ده اللي هنعمل منه المربى. نطلع البيض كده، النكهه بتاعته والطعم بتاعه لا يعلى عليه. حتى لما يخلص قبل البرتقال. كنا نستفاده بقى نعمل منه مربى. ممكن مربى تعملوا منها عصير كده. هضربه في الشاشه وبعد كده ان شاء الله هصفيه. حطوا غسله حلوه وبالخل عشان اهم حاجه القشره دي كده. وفي ليمون ماشي. ده برتقال برضه هحطه مع لسه تاني. ده القشر بتاع البرتقال كده، ما ناخدوش القشره البيض. القشره لا ما فيهوش ايه لسه برتقال بسرعه، عشان قشر الايه البرتقال يبقى ايه عاطل مراره. احنا عايزين المربى تبقى حلوه. استفادوا القشر اللي استفاد بنعمل بيه ايه؟ ده اساس المربى. اهم حاجه ايه يطلع البيض كله كده. نص كيلو سكر، هو كيلو ونص كده. ممكن لو نلاقي ايه نزوده يعني ايه كيلو الا ربع، عشان طبعا القشر بتاع الاستفندي عشان ما يبقاش ايه ما يبقاش ماسخ. يعني كيلو ونص استفندي بالميه بتاعته بالقشر بتاعه. هاكله كيلو الا ربع سكر ونص ليمون، وعندنا ملح ليمون ربع معلقه صغيره. بس انا هحط له ان شاء الله ليمون. اهم حاجه ايه يا حبايبي البذر. وحاولوا بقى هاتوا كده واعملوا جربوا المربى دي، عشان اليوسف افندي ده قرب يروح. كنت ايه افكركم بيه. لكن البرتقال بيقعد شهر ولا شهرين بعد الاستفندي ده. كده ده البشر بتاع الاستفندي مع البرتقال. هو ايه بسم الله الرحمن الرحيم. ده هضربه في الخلاط. ده كده هيضرب في الخلاط ويتصفى كويس، عشان ايه برضو الفتل البيضه والحاجه دي اللي كان فيه بذره. ده هسيبه ايه كام ساعه كده في السكر في التلاجة. بصوا عامل ايه ده. يتقلب كويس ويتحط في التلاجة. لو خد يوم برضو عادي كده هغطيه وخليه في التلاجة. حطوا له شويه سكر تاني عشان يبقى المربى، هي مربى لازم تبقى حلوه. وده هضربه برضو وهخليه لحد ايه السكر ينزل كده منه شربات عشان يبقى طعمه جميل. كده ان شاء الله هوريكم باذن الله. ده بشر البرتقال، وده عصير الاستفندي، وده عصير الاستفندي، وده تصفيه الاستفندي مش عايزاه كده حبايبي. خلاص مربى الاستفندي استوي. هنضربوها ضربه ايه بالمكسر كده. غلوه نكف عليها. بصوا الجمال. بصوا هي غلوه واحده عشان استوت ونكف عليها. بصوا حبايبي، بصوا ما ضربتها شويه. بصوا الجمال. انا سبتها كبير قوي ولا ايه صغيره وسط. بصوا الجمال طعمها خرافه. جربوها بس كده وانتوا تدعوا لي ان شاء الله. بصوا حبايبي بسم الله ما شاء الله. خليتها بس غلوه بعد ما ايه ضربتها بالمكسر. هسيبها تستهدى كده ساعه واروح ايه مفضياها في البرطمان غسلاه ومعقماه تمام التمام. ماشي بس لازم ايه المربى تبقى. يا ريت بس تجربوا مربى الاستفندي دي. والله انا ما كنت قادره اخد نفسي من البرد، ويا دوب اكلت معلقه بسم الله ما شاء الله.
دي ان شاء الله هعتمدها على طول، غير مربى البرتقال، غير يعني فوائدها اكتر من الليمون. انا مجربوها بقى، يا ريتكم تجربوا كده وتقولوا لي. ولو عجبكم الفيديو، شايفين يا حبيبي كأن كلها زيوت. لان يعني الواحد كان سبحان الله، بس كل شيء باوان. كنت على طول الواحد بعد ما قشر استفند على طول رمي كده على طول. بصوا حتى مطرح المعلقه عامله ازاي، يعني لان حاطينها في زيت مش في مربى استفندي. بصوا الجمال ده يا حبايبي. اوعوا ترموا قشر الاستفندي تاني، اوعوا. انا جربتها ولقيتها في منتهى الحلاوه. بصوا حبايبي عامله ازاي، بصوا ما شاء الله. شوف كانها زيوت اللي فيها كده. بصوا الجمال. بصوا 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 حبايبي، بصوا الجمال. شفتوا المربى؟ طبعا هي فيها برتقال بس في بسيط، والاكتر اللي يستفندي. يا ريت تجربوا كده وتقولوا لي.